السلام عليكم. كي دايرين الاخوه؟ بخير. ايوا الصراحه الله من عندنا واحد اللايف ديال الاخ يوسف الزروالي، كان مباشر رائع فيه بزاف ديال التوضيحات. والله الا عاودت المباشر عجبني الصراحه الله. ايوا هادشي علاش خرجت نقول واحد الكلمه. ايوا شنقول لكم، انتم شفتيو كلشي بعينيكم وسمعتيه، والرأي تيبقى رأيكم. لأن يوسف عمرو يأذي مثلا الأيتام ولا هذا شتي اللي تيبغي الخير، عمرو يأذي شي واحد. ولد الخير ديما تيبقى ولد الخير وما عمرك تخاف عليه. والله ما كرهت زعما نحضر داك المباشر، ولكن فقت في الصباح بكري مع الخمسة راني فايق، مشيت للخدمة وساليت مع الجوج. وعلى ما طلعت وتغديت صافي عييت تسخسخت طحت نعست. ودابا عاد ملي فقت لقيت يوسف دار المباشر، يلا قطعو بشي 2 دقايق ولا 3 دقايق. هي هاديك جلست تصنت على داك المباشر هذاك. الصراحة المباشر كان فيه نقاط مهمة وكي لاحظتي وقال لك المدرب تيشكر المتابعين. ايوا وتا حنا تنشكرو كذلك المدرب، ان المدرب خطط واعرة. وهذا العالم ديال هاد اليوتيوب هو هذا، ما عندكم ما ديروا. عالم ضروري يوسف خصو يدخل هاد الحروبات ديال المواقع الاجتماعية باش يجيب الحق ديالو ويبين الحق ديالو. خصو يدير جميع الطرق، لان الانسان ملي تيكون في الحرب ديال المواقع الاجتماعيه خصو الطرق ديالو باش يجيب تا هو دا ويبين، لان باش يزول التهم عليه اللي باغيين يتهموه بها. ودابا على ما تيبان انهم باغيين يردوا التجاره في البشر. واش مثلا اللي تيدير الخير تيتسمى التجاره في البشر؟ لانه هو عنده جمعيه، وملي كان تيمشي يدير الخير راه كانت السلطات والناس المسؤوله راه كانت تشوف هذا الشيء هذا، يعني انهم تيضربوا في بطريقه غير مباشره. مثلا يوسف راه كل شيء تيشوفوا، عيشوفوا القايد، عيشوفوا المقدم، غادي يشوفوا الباشا، عيشوفوا الخليفه. يعني الا كان داك الشيء هذاك مخالف للقانون علاش يخليوه يدير مثلا داك الخير ويخليوه وما يوقفوهش؟ يعني هادوك اللي تيقول لك راه تيدير التجاره في البشر راهم تيضربوا في واحد الطرف بطريقه غير مباشره. ايوا تبارك الله المتابع راه ذكي. وانا باش تيعجبوني الصراحه الله المتابعين ديال يوسف الزروالي انهم اذكياء وما تيخسروش الهضره الصراحه الله، وكاين الاحترام بين الاخوه وكل شيء، ويد وحده وعائله وحده. وتنطلب الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. شتي لا حفظك الله ما عنده ما يدير لك البشر، واخا يعيا يبغي يأذيك الانسان ما تآداش، لان الله حافظك. وربي تيشوف للقلوب ماشي تيشوف للباس. ما اللباس كل شيء لابس. غتلقى بنادم اي واحد راه يلبس الماركه ويلبس العادي ويلبس اي حاجه، ما عندوش وعايش والحمد لله. ولكن الله تينظر القلب ديال الانسان شنو فيه، واش طيب، واش تيبغي الخير للناس وتيساعد الناس. ايوا على هاد الشيء اللي تنشوفو
الناس صراحة الله خصها صافي تسالي منها هو دار فعال التجارة في البشر ولا هذا. بنادم خصو يهز الراية البيضاء ويشكروا الأخ يوسف الزروالي، لأن تا هو دا من بعد الإذن ديال الله سبحانه وتعالى تا هو دا تيساند الإخوة بزاف وعنده تجربة في هاد المواقع. شتي ولا عطى شي نصيحة لشي واحد راه ماشي كرهو، راه تيعطيه غير نصيحة. وتنتمناو من المشاغبة، راه يوسف راه خوك، يوسف الزروالي راه خوك، راه قبيله راه رحب بيك، سمعت في اللايف وهذا راه رحب بيكم، مرحبا بك عند يوسف. والله الا يوسف راه القلب الطيب الصراحة فينا وما الناس بحالو. شتي الناس بحال يوسف والله الا لا قلال. شي بنادم باش يدير معاك الخير ويساعدك ويطلع لك القناة ديالك، ولا مثلا يعاون الناس يشري لهم الديور، واخا يكون هو مثلا انه بحال نقولوا هو اللي تيساعد في داكشي، لان لما كانش هو المحسنين ما يتيقوش فيه. شحال من انسان مسكين وهادي وما تيلقاش اللي يعاونو. لذلك بنادم خصو يحمد الله ويشكروه، لان ربي هذا ماشي تيقول لك يا ربي حل لي عوينه يا ربي حل لي جوج. المهم تحلت عوينه وحده يحمد عليها الله بنادم ويحاول يكافح ويخدم. الانسان اللي عنده القناه خصو يخدم عليها الصراحه. الله انا مثلا ما هي عندي قناه ولكن ما تنحطش فيها بزاف وما نديرلهاش داك الاشهار عند القنوات وعند الاخوه وعند من 2013 حنا فاتحين هاد القناه هادي. يلا كملنا 3 الشروط، يلا كملنا 1000 ابوني و4000 ساعه و10 دولار. 10 دولار بفضل جوج ديال الخوت اللي صيفطوا لنا السوبر شات، تنشكروهم من هذا المنبر هادي، تنشكروهم من هذا المنبر. الانسان الا ما كانش يد في يد، والانسان تيكون عائله وتيكون قلب واحد، ما عايزيدش القدام. الانسان خصو ديما يبغي الخير ويبغي الوطن ديالو ويبغي الملك. ان من هذا المنبر عاش الملك، والله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين. لان هاد الكلمه ديال الله الوطن الملك تضر بزاف الناس تيبغيوش يسمعوها. هادشي علاش تا يوسف مسكين محارب من الناس اللي في الخفاء. ما هادو الدراري صحاب القنوات هادو كله تيبغي يدبر على راسو صافي، ولكن كاينه ناس بوحديتهم ما وراء الستار. هادشي علاش تنطلبوا له الله يحفظه وينجيه من شر الخلق، هو والاخت بهيجه والام ديالو ام ميمينه والاب ديالو وجميع العائله ديالو. وتنشكروا كذلك المتابعين الطيبين تا هما الله يعمرها سلعه من هذا المنبر. وشكرا لكم وما تنساوناش اللي تفرج في هذا الفيديو كامل يدير لنا اللايك ديالو ويعطينا شي تعليق، وإلا ما كانش مشارك في القناه يشترك معنا. ومرحبا كذلك بالمتابعون الجداد، المتابعون الجداد اللي ما مشاركينش في القناه معنا تا هما مرحبا بهم. نتمنى اللي شاف الفيديو يشترك معنا. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم، لأن بلا مشاهد مثلا ولا بلا متابع القناة ما تستمرش.
وشكرا لكم، والله يحفظكم مرة ثانية.